اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هننتقل للتطبيق العملي. ده شيت تيستنج حقيقي لسايت اسمه ديمو بلاز. ديمو يعني مش شغال فعلي. في شركات بتعمل سايت للتستر في البدايه عشان تعرف تجرب وتفكر على ما تشتغل على موقع حقيقي زي امازون وكده. هنفكر ازاي بنكتب التست كيسز، اصلا بتتكون من ايه، والبج لما بيقابلني بج انا بعمل ايه. اول حاجه عندنا الاي دي، ده بيبقى الرقم او كود عشان اعرف الاختبار. تاني حاجة التايتل، ده بيبقى اسم التست. انا مثلا عايز هعمل تيست لكذا كذا، يبقى واضح ومختصر. البري كونديشن، دي الشروط المسبقة. انا مثلا ممكن تبقاش واضحة اوي هنا في السايت، لكن انا مثلا لو بعمل تشيك اوت فانا لازم يبقى عندي اكونت، فالشروط المسبقة ان انا ابقى عامل اكونت. انا مثلا بعمل تيست للكارت، فالشروط المسبقة ان يبقى اد ليست وان برودكت موجود فيها، وهكذا. الستبس دي الخطوات اللي انا بمشي عليها. انا واقف في صفحة الساين، دخلت بيانات صح، ضغطت على الساين بطن، كل حاجة بعملها خطوة بخطوة. التست داتا، دي البيانات اللي بستخدمها في التست. مثلا انا بجرب ايميل، باسورد، انا مثلا هستخدم حاجة معينة بحطها هنا. الاكسبكتد دي النتيجة اللي انا متوقعها. والله انا متوقع لما ادخل يوزر نيم صح وباسورد صح ان الاكونت يتكاري. تمام تمام. الاكتشوال ريزلت ده اللي بيحصل فعلا، انا بروح بجرب على السايت بنفسي. لازم اجرب عشان اشوف هل اللي انا متوقعه هو اللي حصل فعلا. لو تبقى الستاتس باص، يبقى تمام. طب لو لا وكان مختلف، يبقى دي بج. دايما الاكسبكتد اختلف عن الاكتشوال ريزلت يبقى دي بج، بسجلها في بج ريبورت. اول حاجه بنبدا نفكر فيها هي الفاليد، الهابي باص، الحاجه الصح اللي اليوزر بيدخلها. دخل يوزر نيم صح، باسورد صح، والله متوقع ان الاكونت يتكريت. تمام. ابدا بقى افكر في الايه انفاليد، افكر في الفاليديشن، حاجه مش متوقعه. انا بفكر في كل حاجه، انا بحط نفسي مكان اليوزر وافكر في كل حاجه. طب لو ساب اليوزر نيم فاضي، والله لا، ده لازم يبقى required ومطلوب. فانا كنت متوقع ان يطلع له مسج تقول من فضلك لازم تدخل الداتا، ده اللي حصل. تمام. وهكذا الباسورد، هو يوزر نيم وباسورد بس عشان الديمو ده بسيط، لكن ساعات بيبقى اصلا مكون من اكتر من حاجه، فانا بعمل تيست لكل حاجه موجوده. مثلا الباسورد، والله الباسورد لازم يبقى على الاقل 8 كاركتر، في upper case، في special كاركتر. طب السايت ده حرفيا كان بيقبل اي حاجه. انا لو دخلت زيرو هيقولي تمام انت عندك اكونت. طب وهل ده صح؟ هل كده انا بياناتي محميه كيوزر عامل اكونت باسورد زيرو او 1 2 3؟ فلا، فدي بق وهنشرحها. ببدأ برضو افكر هل في ليميت معين، ولا انا مثلا لو دخلت 500 حرف هو بيقبل عادي ال500؟ ازاي؟ زي ما قلت ان ده ديمو، فكان بيقبل اي حاجة، بس انا لو شغال على موقع حقيقي فلا، بيبقى فيه شوية حاجات اكتر من كده شوية. مثلا هتقولي انا جيت في البداية ما خطرش في بالي غير اول 4 5 6. كويس جدا. طب اعمل ايه بعدها؟ عشان هل انا كده عملت كفر لكل حاجة؟ طب انا عايزة اتأكد ان مفيش حاجة نسيتها. بكل بساطة خد ال4 5 اللي انت عملتهم، روح على شات جي بي تي، قوله انا عملت كفر لدول ومعايا كده، هل في تيست كيسز اقدر ازودها؟ هيقولك ممكن تزود كذا، ممكن تزود كذا. لا كده تمام. فانت عملت ايه؟ انت بتوسع تفكيرك. تمام. خلينا ندخل على بق. مثلا الويك باسورد، في البداية بيبقى التايتل بيبقى واضح ومختصر وبسيط، بحيث ان الديفلوبر اللي هيصلح المشكلة يبقى عارف المشكلة فين كده من البداية. تاني حاجة الانفيرومنت، دي الفيرجن اللي انا شغال عليها. لو البج دي بتحصل في كل الفيرجن فانا مش ببقى محتاجة احددها زي كده، لكن لو هي مثلا بتحصل في فيرجن معينة زي مثلا اندرويد فيرجن 14 او 5 او 1، فانا محتاجة احددها.
وابدأ احط الستبس، نفس الستبس اللي انا مشيت عليها، عشان هو الديفلوبر هيراجع ورايا، هيفتح، هيضغط، هيشوف الكلام ده صح لا بتاع الاكسبكتد. انا كنت متوقع ان يبقى فيه validation على الباسورد، ما ينفعش ادخل اي حاجه. ايه اللي حصل؟ ان عمل لي اكونت بزيرو باسورد. طب اصدق كلامك ازاي؟ سكرين شوت فيديو. نيجي لاهم جزء، السيفيرتي وبيورتي. يعني ايه السيفيرتي؟ مدى تأثير البج، هي بتأثر على السيستم ازاي، هي بتبقى هاي ولا لو ولا ميديا. يعني انا لو بضغط على بطن اللوجن وميضغطش فدي هاي. لو انا مثلا دخلت البيانات وبعدين بضغط فجأة السيستم كراش وطلع وقال لي ايرور، ايه اللي حصل؟ ايه كل ده؟ فدي تبقى هاي، يعني ده تكنيكال. تمام. البيورتي دي برضو بتبقى هاي وميديوم ولو. بيورتي يعني مدى أولوية تصليحها، هل هي لازم تتصلح دلوقتي ولا ممكن استنى شوية؟ بفكر فيها، هل هي بتأثر على البيزنس؟ الأصين ده مين اللي بقى المسؤول عن ان هو يصلح الكلام ده؟ هل الباك اند ديفلوبر ولا الفرونت؟ هي حاجة في اليو اي فالفرونت هو المسؤول، ولا حاجة في الداتا فالباك اند؟ ممكن ناخد مثال على السيفيرتي هاي والبيورتي هاي، بس لحظة، مش معنى ان هي هاي السيفيرتي هاي يبقى البيورتي كمان هاي، لا، الاتنين مش مرتبطين ببعض. مش معنى ان في ايشو يبقى هو بيكراش، لا، ان هو يحصل السيستم يكراش دي حاجة خطيرة جدا. يعني نقول مثال لسيفيرتي وبيورتي الاتنين هاي. مثلا انت في موقع امازون، خلاص عايز تدفع، فبتضغط على بليس اوردر، وانت عشان تشتري وتشوف، فجأة الموقع هنك وظهر لك مسج بتقولك ان السيرفر ايرور وقفل خالص. دي اهم حاجة، يعني دي وظيفة اساسية مش شغالة، فدي لا، انت لازم تصلحها دلوقتي. طب البيورتي دي خسارة فلوس على البيزنس. انا لو البطن ده مش شغال انا هسيب موقع امازون واروح لموقع تاني، فكده صاحب الموقع بيخسر فلوس، فلازم تتصلح دلوقتي. طيب ناخد مثال الاتنين دول، يعني مشكلة بسيطة يعني تقنيا، وفي نفس الوقت انا مش مستعجل على حلها. مثلا خطأ املائي في اي صفحة داخلية مثلا، فتمام، السيفيرتي لو، مش مؤثرة على شغل الموقع، اليوزر عادي بيشتري بيسجل وبيدفع، كله مية مية، يعني دي مجرد غلطة مطبعية. طب اللو بيرتي لانها مش في صفحة رئيسية، مثلا اليوزر اول ما دخل شافها، ولا شايف مثلا حرف الاس متلوت مع حرف اليو، هي في صفحة داخلية وقليل اللي يدخلها. الديفلوبر هيصلحها بس في الاخر، يعني يخلص المهم اللي هو الهاي الاول وبعدين يدخل على الميديا. ممكن ناخد ميديا للاباوت اس. اول حاجة بنفتح about us، كانت موجودة في الناف بار. تمام، اللي انا متوقعه ان هي تفتح وكله تمام، وده اللي حصل، فكانت بوس. تاني حاجة about us ده بتعرف عن الموقع عن الشركة، فلازم يبقى فيه فيديو تعريف او كلام مكتوب او كده. طب ايه اللي حصل؟ انا لما فتحت ما لقيتش الفيديو، وقال لي ان الميديا couldn't be loaded، مفيش ميديا. طب انا دلوقتي داخله اشوف الموقع بيتكلم عن ايه وعايزه اخد فكره عن الشركه، ما لقيتش حاجه، فدي بق لازم تتصلح. وبالفعل بنوثقها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، لازم احط سكرين، كل حاجه تبقى واضحه. تمام. تمام. يجي افكر في تيست كيس انا عايزه اقفله. تمام، انا بضغط على البطن قفل. تمام، فدي كانت باص. لو ضغطت بالماوس على اي مكان بره كانت بتقفل، فدي كانت تمام باص. بس كده، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.